النهاردة معانا فيديو جديد. هنشتغل في حاجة أول مرة نشتغل عليها، وهي السمارت بون، وازاي نثبت الشخصية على الأرض. الفيديو طويل شوية، بس أكيد بإذن الله هتستفادوا منه يعني. هنفتح برنامج الموهو، هنختار المشروع اللي احنا شغالين عليه، هنفتح الشخصية. أول حاجة هنبدأ إن احنا نثبت الشخصية بتاعتنا على الأرض، فهنعمل بون. طبعا أول حاجة إن احنا هي طبعا واحنا بنحرك الشخصية كده بتتحرك، فاحنا عاوزين الرجل تبقى ثابتة على الأرض. هنبدأ نشيل، يعني ما نكونش مختارين أي بون من اللي موجودة في الجسم، عشان نعمل بون دي منفصلة. ونبدأ نرسم بون من عند الكعب، وبون تانية أو من عند القدم. أهم حاجة ما نكونش مختارين بون تانية عشان ما ترتبطش بيها. هنختار بون الساق، ونقوم جايين عاملين أدد للبون اللي احنا رسمناها دي برقمها. طبعا البون بتترقم ب21 ب22 ب23 وهكذا. هنلغي المجال المغناطيسي للبون خالص. بصوا كده لما نيجي نحرك الشخصية، عشان احنا ربطنا الجسم بالبون دي. تيجي تحرك الشخصية شمال يمين بتتحرك معاك. هنثبت البون بتاعت مشط القدم عشان تبقى ثابتة على الأرض، ما تتحركش، تفضل تيجي شمال ويمين، اللي هي بون ايدج. اللي هي الزاوية بتاعت البون هنخليها ما تتحركش. بصوا كده لما نحرك الشخصية القدم ثابتة كأنها على الأرض، مش بتتحرك مشط القدم عن الأرض. هنعلم على الأربعة بون بتوع القدم ونعمل لها نوع من الاستطالة، بحيث إن احنا لما نيجي نحرك الشخصية تعمل تمدد معانا في الحركة. وهنختار البون بتاعة الراس ونعمل ليها استريتش، بحيث إن احنا لما نيجي نحرك الراس، ممكن أثناء الكلام بتدينا شوية تعبيرات كده، إن الشخص مثلا بياخد أكشن زي ما انتوا شايفين كده حركة الراس فيها مطاطية معانا في الحركة. الحاجات دي كلها بتفيدنا في التحريك لما نيجي نحرك الشخصية. ندي يعني نوع من اللي بيقولوا عليه ان زي ما بندوا الحركة اكتر من حقها شوية، فتبان في الانيميشن ان في حركة فعلا. بيسموها مبالغة، يعني تدي نوع من المبالغة في الحركة. فلما تعمل المبالغة يبان الاكشن قوي. هنبدأ في عمل سمارت بون للعين. هرسم بون مستقلة لوحدها. البون دي هنربطها بنن العين. البون دي لما بتترسم بنعملها سمارت بون من القائمة بتاعت بون اللي فوق ديت. وأول ما نحولها سمارت بون بيظهر لنا التايم لاين بتاع البون دي. التايم لاين بتاع البون دي بيبقى على حسب ما احنا بنحدده، بس احنا هنا محددينه 90 درجة يمين و90 درجة شمال. هنبدأ هو متقسم ل100 ثانية، على 100 حركة أو 100 ثانية على التايم لاين ده. هنيجي عند النقطة 50 اللي هي في المنتصف، نحرك نني العين ونثبته فين في النص. هنيجي عند الثانية 100 أو الدرجة 100 ونثبته إن هو في الناحية الشمال. بعد كده نيجي على واحد ونخلوه في اليمين. بس هنجرب نحرك البون يمين وشمال كده، بس لازم نطلع برا. كده لأنني بيتحرك معانا شمال ويمين. أهم حاجة لما نيجي نعمل أي تعديل في الشخصية، نختار نكون احنا واقفين على التايم لاين على صفر،
عشان ما يعملش ده اكشن حركة، لا احنا بنعدل في اساس الشخصية. هنرسم بون تانية ونختار ميك سمارت بون، ده الاكشن بتاعها. هنرسم للنني التاني بون. طبعا انا في الاول عملت كده وبعد كده رجعت قلت ايه، طب ما احنا نخلي الاتنين العينين كده كده بيتحركوا مع بعض، الطبيعي ان هو بيتحركوا مع بعض. فالاول ربطت كل بون بنني، وبعد كده عملت ربط للاتنين بون، للاتنين نني قصدي، ببون واحدة. هنختار الاكشن اللي هو في اقصى اليمين واقصى الشمال. طبعا زاوية البون دي ممكن تتغير، يعني احنا هنا عاملينها 90 و90، احنا ممكن نزودها ننقصها على حسب ما احنا يعني ايه عاوزين. البون دي ممكن تتربط بأي حركة، يعني ممكن نستخدمها في تحريك دوران الشخصية كلها، شخصية تلف. ممكن نستخدمها مثلا في حركة الشعر. السمارت بون دي بتستخدم في الحاجات اللي احنا بنحتاج نحركها كتير، ومحتاجين يكون تكون سهل تحريكها. يعني حاجة كنا هنستخدمها كتير في الانيميشن وبتتكرر هي، نربطها بالسمارت بون، بحيث ان كل ما نيجي نحرك نقوم جايين محركين السمارت بون تعمل لنا الاكشن. ممكن بكذا جزء، يعني ممكن نعمل سمارت بون لحركة الرجلين، ان الشخص بيمشي كل ما حرك البون هيعمل حركة مشي. هنا انا جيت بعد ما ربطت النني بالبون الجديدة، هرجع اربطه بالبون القديمة اللي كنا رسمنا في الاول بتاعت النني الاولاني. طبعا انا عكست حركة العين، خليت النني ده يروح يمين وده شمال وفي نفس عكس بعض، الشخص محول شوية. فانا عيد ظبطها تاني لان انا عكست، مكنتش منتبه ان انا وانا بعمل الاكشن بتاع النني. من النقط المهمة وانت بتحرك النني، دوس على زرار شيفت عشان يخلي الحركة في شكل مستقيم. ما يبقاش النني مثلا وانت بيتحرك يمين بيطلع لفوق او بينزل لتحت، لا هو بيخش يمين وشمال. احنا هنعمله بون تانية لحركة النني لفوق ولتحت. وبإذن الله الفيديو اللي جاي هنربطه الاتنين بون دول ببعض، بحيث ان احنا اللي هي الفوق وتحت ويمين وشمال، بحيث ان احنا نعمله يبقى في طريقة اسهل لتحريك النني. يعني هنا حاليا بيتحرك يمين وشمال بس. نبدأ نعمل حركة فوق وتحت. طبعا نحاول بقدر الإمكان إن مقدار الحركة في النني اليمين يكون زي الشمال، عشان لما نيجي نحرك البون يبقى في تناسق في الحركة. نفس المقدار ونفس المسافة في الناحية دي والناحية دي. نجرب نحرك تاني كده نتأكد إن حركتنا مظبوطة يمين وشمال. أنا طبعا هنا شكلي عملت حاجة غلط في التحريك، فهعيد هشيل همسح البون خالص لأن أنا في حاجة شكلي ربطتها من البداية غلط. هريح نفسي وامسح البون وارسم بون تاني من جديد. هي المفروض هنا الحركة مظبوطة، لكن في حاجة في ربط الحركة بالبون نفسها مش مظبوط. فأنا ريحت نفسي وقمت جاي مسحها وعايد من الأول تاني، راسم بون جديدة.
لما تلاقي حاجة عندك وانت شغال في الحركة مش مظبوطة، عيد من الأول تاني. التايم لاين بتاع أثناء تحريك الشخصية بيبقى فيه أكشن كتير، ممكن تلاقي نفسك في حاجة متلخبطة، حاجة مربوطة بحاجة، فتقوم جاي راجع خطوات لورا عشان تصلح اللي انت بتعمله ده، تعرف الغلطة جاية منين. طبعا مع كتر التحريك والمهارة في التحريك بتبدأ تعرف تتعامل مع الأخطاء دي بشكل فني أكتر وأفضل، بدل ما تمسح الحاجة وتعيدها من الأول تاني. أنت بتبقى من كتر تكرار الأخطاء بالنسبة لك أنت فاهم الغلطة جت منين. أنا بصراحة المرة دي ما كنتش عارف الغلطة جت منين، قمت جاي ماسح البون وراسمها من جديد. قعدت أحاول كتير إن أنا أصلحها، معرفتش، قمت جاي ماسحها. طبعا احنا أول ما نيجي نعمل الحركة بنبدأ النقطة 50، ونحرك النني حركة بسيطة كده في مكانه عشان يقوم جاي واخد آه، يرسم كي، يعمل كي على التايم لاين. كده ايه يعني؟ انا بفهمه ان العين واقفة في المكان ده في الحتة دي، مش هيعمل كي على التايم لاين غير لما تديله اي حركة، تديله اي اكشن. تمام كده الحركات ظبطت معانا، يمين وشمال، فوق وتحت. طبعا اهم حاجة واحنا بنرسم البون ما نكونش محددين اي بون تانية قبل منها عشان ما يربطش البون دي بالبون التانية. هنعمل سمارت بون تانية للحواجب، ان هو يفتح عينه ويقفلها، يغمض ويفتح. طبعا بنعمل حركة للحاجب كده عشان بس يعمل ايه، يعمل الكي فريم بتاعها. ده شكل العين عند النقطة 50. بعد كده نجي قافلين الحاجب. دي كده النقطة 100. كمان هنعمل شكل العين نفسها بيضيق لما يقفل. هو طبيعي الواحد لما يغمض عينه بتضيق، طب لما بيفتح قوي عينه بتوسع، فبنزود الاكشن ده مع الحركة. بإذن الله الفيديو اللي جاي هنجرب ان احنا نربط 2 بون ببعض في النني، ونجيب مقطع صوتي ونحطه على الفيديو، ونخلي الفم يتحرك بشكل تلقائي مع المقطع الصوتي ده. وتقريبا ده هيكون آخر حاجة في تظبيط الشخصية. بعد كده بقى ممكن نعمل شخصية تانية، أو نجرب إن احنا نعمل فيديو أو حركة بالأنيميشن بالشخصية دي. يعني بتفتح يبرق لما تفتحها لغاية الآخر، لما يقفل بتغمض. هنعمله سمارت 2 سمارت بون تانيين سريع كده للحواجب، حاجب بيطلع وينزل.
وانا بعد ما خلصتهم ما حاسس ان حركتهم ما ظبطتش معايا قوي كتعبيرات للوجه. ممكن نعدلها بعد كده. بس ان الحاجب ثابت في مكانه. بعد كده الحاجب هينزل عند الحركة 100. دي واحد كده. طبعا الحاجب لما ينزل نعمله مفروض شوية. نرسم بون تانية للحاجب التاني. طبعا احنا بنختار ان هو يظهر اسم البون تحت منها عشان يساعدنا في التحريك، نبقى كل بون عارفين دي بتاعت ايه. وبكده نبقى خلصنا السمارت بون، حركة الحاجب. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأحب أسمع وأشوف آرائكم في التعليقات، وتحبوا نعمله إيه المرة الجاية. شكرا لمتابعتكم.